مساء الخير، مساء العافية عليكم بنات. شلونكم؟ أخباركم؟ اجيتكم بوصفة بورق رهيبة، بس تجربونها راح تعتمدون عليها وأبد ما راح تتركوها. يلا نبدي أنا وياكم نجهز الحشوة. عندي صدر دجاج ثارمته ناعم حيل وغسلته زين، بعدها خليت الطاوة على النار وضفت صدر الدجاج، بس ما ضفت أي شي ثاني. هنا حبايب راح اغطيه واتركه لحد ما ينشف المي اللي راح ينزل من عنده من صدر الدجاج. بعدها راح اضيف البصل، طبعا البصل هماتين ثارمته ناعم، البصل حسب رغبتكم، تكثرون تقللون عادي. وهنا راح اضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود، وملعقة كوب من البابريكا الباردة، وملح حسب رغبتكم، وملعقة كوب من الكزبرة. طبعا أنا كلش أحب الكزبرة أضيفها للأكل، تنطي طعم طيب وتغير نكهة الأكل، يعني تسويه فتشي. وأضيف قليل من الزيت وأتركه على النار تقريبا 10 دقائق لحد ما يستوي. فهنا نترك الحشوة مالتنا تبرد، وبعدها نجي نحضر العجينة. لعجينة البورق أحتاج كوبين من الطحين، وأضيف عليهم كوب إلا ربع من النشا، ورشة ملح، ونصف ملعقة صغيرة من اللامندوزي. هنا حبايب راح أخلط المواد الجافة خلط جيد. بعدها بالخلاط أضيف كوبين وربع من المي، جائز تحتاجين مي أكثر لأنه نوعيات الطحين تختلف. طبعا أنا أستخدم الطحين الوزن، فاحتاجت هنا كوبين وربع من المي. هنا حبايب راح ابدي اضيف المواد الجافة اللي خلطتهم، طبعا راح اضيفهم العفو بالتدريج على مود شنو لا تصير تكتلات بالعجينة. هنا أنا خلطتهم ورجعت خليت القسم الثاني وارجع اخلط المواد، وبعدها ضفت بيضة واحدة. طبعا هاي العجينة انصحكم تجربونها، صدقوني رهيبة وهماتين سهلة وما تاخذ من عندكم وقت. فهنا حبايب القوام مالت العجينة راح يكون عندي بهذا الشكل، شوفوا لي هنا راح يكون القوام مالته كلش خفيف، يعني بحيث اخف من عجينة الكريب. بطاوة الكريب مسحة خفيفة من الزيت، طبعا مسحت الطاوة بالزيت، بس شنو هنا حسيت خليته هواية فنشفتها بالكلينكس بهذا الشكل. والطاوة تكون حارة، وأضيف ربع كوب من العجينة بحيث تكون العجينة كلش خفيفة. هنا حبايب أتركها 30 ثانية وبعدها أرفعها تكون بهذا الشكل وبهذه الخفة. فهنا حبايب بعد ما بردت الحشوة راح أخلطها مع الكرفس على مود شنو نبدي نشكل البورق. هنا حبايب راح أبدي أشكل البورق، راح أشكل لكم 2 قدامكم على مود تشوفونها تلف وياكم بكل سهولة، وبس شوفوا لي خفة العجينة. وهماتين تقدرون تحتفظون بيها بالثلاجة ما عليها شي. طبعا اني اشوف هاي الطريقة اسهل بهواي من الطريقة الثانية، انه تعجنين العجينة وتمدينها وكل ساعة تخلين زيت. اشوف ذيك الطريقة متعبة اكثر، فانتو شنو رايكم؟ كتبولي بالتعليقات. وبعد ما لفيت البورق، طبعا هنا الزيت يكون حامي حيل، نضيف البورق مالتنا ونقليه واحنا مطمئنين لا يتفتح عندنا ولا يخرب ويانا. وشوف شلون انطاني لون ذهبي حلو وسهل هماتين بالتقلاه. وهنا حبايب جهز البورق عندنا، وشوفوا لي شكله شلون حلو. وهسه اشوفكم القرمشة مالته شلون حلوة. طبعا
لا تقولون معجن. طبعا كلش ايش احكي لكم، طعمه كلش كلش طيب. شوفوها، شوفوا الحشو مالتها، طعمها كلش طيب. هذا شكله، اتمنى تجربونه، واذا جربتوه كتبوا لي بالتعليقات. واودعكم واقولكم لا تنسون تخلون لايك، واللي ما مشترك يشترك ويفعل جرس الاشعارات. الى اللقاء، التقيكم بفيديوهات جديدة ان شاء الله. احبكم كلش هواية، باي باي.